إذاعة إرنا تأتيكم برامجنا في أيام الاثنين والأربعاء والجمعة من كل أسبوع على نفس هذا التوقيت على الموجة القصيرة بطول 25 مترا. كما يمكنكم متابعة بثنا على القمر الصناعي نايل سات على التردد 11678 على الاستقطاب الرأسي. إذاعة إرنا الدولية إذاعة إريترية مستقلة يشرف عليها صحفيون إريتريون مستقلون، ويأتيكم بثها من باريس. مستمعي الكرام، طبتم وطابت أوقاتكم أينما كنتم وحيثما يوصلكم بثنا لهذا اليوم الأربعاء الموافق 24 من يناير عام 2024. كما عودناكم دائما وأبدا مستمعي الأعزاء، نبتدئ البرنامج العربي بنشرة الأخبار، ثم نقدم لكم بعد ذلك حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي متابعات مع الزميل أحمد شريف، وفيه يقدم لكم الزميل أحمد حلقة خاصة عن عملية فورت البطولية في ذكراها 11. وسنكمل من قطع من الحديث عن المناضل والإعلامي والشاعر الراحل رمضان جبره في الحلقات القادمة بإذن الله. وقتا طيبا أرجوه لكم مستمعي الكرام مع متابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم. المستمعون الكرام، فيما يلي أقدم لكم نشرة الأخبار أستهلها بالعناوين. مقتل شابين إريتريين في شجار جماعي بإسرائيل، والشرطة الإسرائيلية تقول إن التحقيقات ما زالت جارية. عقب محادثات مع نظيره الصومالي، الرئيس المصري يحذر أثيوبيا من المساس بسيادة الصومال والتدخل في شؤونه. والقيادة المركزية الأمريكية تنعى 2 من جنودها، قالت إنهما فقدا في البحر خلال التصدي لقارب كان يقل أسلحة إيرانية للحوثيين. كانت تلكم سيداتي سادتي عناوين الأخبار، وإليكم التفاصيل من إذاعة إرنا الدولية في باريس. ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن 2 من الإريتريين قتلا في اشتباكات في مدينة ريشون لتسيون الصناعية في إسرائيل. وقال متحدث باسم الشرطة في البلدة التي تقع على بعد 8 كيلومترات جنوب تل أبيب إن رجلا يبلغ من العمر 35 عاما ورجلا آخر أصيبا بجروح خطيرة في اشتباكات بين إريتريين، وتوفيا بعد نقلهما إلى المستشفى. ووقع الاشتباك عند مدخل ملهى ليل مساء السبت الماضي، وأكدت الشرطة في تقرير لها أنها ما زالت تقوم بالتحقيق في الحادث. وذكر التقرير أنه بعد الاشتباك في ريشون لتسيون وقع اشتباك إريتريون آخر في وسط مدينة تل أبيب، حيث أصيب إريتريان بجروح وتلقيا العلاج الطبي في المستشفى. يذكر أن هنالك أكثر من 30,000 لاجئ إفريقي معظمهم إريتريين وصلوا إلى إسرائيل في الفترة من 2007 إلى 2012، ولا تعتبرهم إسرائيل لاجئين وتسمح لهم بالإقامة بنظام التأشيرات. حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أثيوبيا من المساس بسيادة الصومال والتدخل في شؤونه، مشددا على رفض مصر الاتفاق الموقع بين إقليم أرض الصومال وأثيوبيا أخيرا بشأن الاستحواذ على منفذ بحري لأثيوبيا عبر إقليم أرض الصومال. وقال السيسي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في القاهرة إن مصر تدعم الصومال وترفض التدخل في شؤونه والمساس بسيادته. وشدد السيسي على دعم مصر للصومال في محاربته للإرهاب والعمل على تطوير العلاقات، مؤكدا أن مصر لن تسمح بأي تهديد للصومال أو أمنه. وحذر السيسي أثيوبيا مما أسماه محاولة القفز على أرض من الأراضي لمحاولة السيطرة عليها. وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد استقبل الأحد بقصر الاتحادية نظيره الصومالي حسن شيخ محمود، وعقدا مباحثات بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية. من جانبه قال حسن شيخ محمود إن الصومال تعتبر مصر حليفا تاريخيا ودولة شقيقة وصديقة، ونتطلع لمزيد من التعاون الذي يعتمد على الاحترام المتبادل. وأعرب الرئيس الصومالي عن شكره لنظيره المصري على ما أسماه الدعم الفوري وإدانة محاولة أثيوبيا غير القانونية لتقويض سيادة وسلامة الصومال، مضيفا أن الصومال لديه إمكانيات وفرص كبيرة ولن يسمح أن تستولي على أراضيه دولة أخرى. هذا وأبدت أثيوبيا رفضها للانتقادات المصرية للاتفاق، وقالت إنها مجرد اتفاقية تجارية تهدف إلى تأمين وصولها إلى البحر،
وليست محاولة لضم أي أراضٍ لدولة أخرى أو الاطلاع بالسيادة عليها، وفق ما ذكر مستشار الأمن القومي لأثيوبيا رضوان حسين. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية الاثنين وفاة 2 من البحارة الأمريكيين، قالت إنهما فقدا خلال التصدي لقارب كان يقل أسلحة إيرانية وصفتها بالمتقدمة. وقالت القيادة الأمريكية في بيان إن البحارين اللذين فقدا أثناء العملية قبالة سواحل الصومال في 11 من يناير الجاري باتا الآن في عداد الأموات. وذكرت القيادة المركزية في البيان إن عملية مشتركة نفذتها الولايات المتحدة وإسبانيا واليابان فتشت أكثر من 54 ألف كيلومتر مربع في المحيط بحثا عن فردي القوات الخاصة المفقودين. وكانت القيادة المركزية الأمريكية قالت في 11 من يناير إنها ضبطت مركبا كان ينقل مساعدات فتاكة متطورة من إيران لإعادة إمدادات قوات الحوثيين في اليمن في إطار حملة الهجمات الحوثية المستمرة على سفن الشحن التجاري الدولي، مضيفة أن من بين المضبوطات أجهزة دفع وتوجيه ورؤوس حربية لصواريخ باليستية متوسطة المدى وصواريخ كروز مضادة للسفن. ونفذت الولايات المتحدة سلسلة من الضربات ضد أهداف تابعة للحوثيين ردا على هجماتهم على السفن التجارية في البحر الأحمر، والتي عطلت التجارة العالمية وأثارت مخاوف من اضطراب الإمدادات. فيما تقول جماعة الحوثي أنها لن توقف استهداف السفن الإسرائيلية أو تلك التي تتجه إلى إسرائيل ما لم توقف إسرائيل هجماتها على الفلسطينيين. بهذا أصل إياكم مستمعي الكرام إلى نهاية نشرة الأخبار لهذا اليوم، وقتا طيبا أرجوه لكم مع متابعة بقية فقرات برامجنا. راديو إيرنا. مستمعي الكرام، كما نوهنا في بداية البرنامج تتابعون فيما يلي حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي متابعات مع الزميل أحمد شريف. وكنا قد وعدناكم مستمعي الكرام على أن نستكمل وإياكم في حلقة اليوم من برنامج متابعات موضوع المناضل والفنان والإعلام الراحل رمضان قبره وكتاب التاريخ السياسي لإريتريا، لكن رأينا أن نفرد مساحة خاصة في حلقة اليوم من البرنامج لعملية فورت البطولية، وسنظل مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات نحيي هذه الذكرى حتى يؤذن بصباح فجر جديد تعود فيه الأحلام المسروقة وتتنفس البلاد من جديد فجر الحرية عبقا فواحا بعد أن كتمت أنفاسه ليالي الظلم المريرة. فعملية فورتو أبت إلا أن تفرض نفسها علينا نظرا لكونها أول محاولة أو تجربة علنية وقفت في وجه النظام الحاكم في إريتريا في 11 من يناير عام 2013، وهي محاولة لو كتب لها النجاح ربما كانت كفيلة بتغيير الوضع في إريتريا الذي ما زال شعبه يرزح تحت وطأة نظام لا يعرف الرحمة. نتابع سويا. إذاعة إيرينا، صوت مستقل لإريتريا. بسم الله الرحمن الرحيم. المستمعون الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم تحية طيبة مباركة في حلقة من برنامج متابعات، ونتابع هذه المرة الذكرى 11 لعملية فورتو المجيدة. مقال بعث به المستمع الكريم عبد الحق منصور تحت عنوان عملية فورتو المجيدة خالدة في وجدان الشعب الإريتري. قال في مقالته: عندما ظهر على شاشة قناة الجزيرة الإخبارية في 21 من يناير 2013 خبرا عاجلا يقول: دبابة تحاصر وزارة الإعلام بأسمرة، محاولة انقلابية لتغيير النظام. هذا الخبر عزيز المستمع انتظره الشعب الإريتري بين الرجاء والأمل، وعاشه بكل وجدانه بعد أن أصبحت إريتريا أرض الخوف والرعب والاستبداد والظلم من جراء نظام أفورقي الذي لا ينسى في ذلك اليوم المهيب خاصة وأن آمالا عريضة أسقطت عليه لتغيير النظام أو تصحيح المسار من ديكتاتوري لا يحتكم لأي مرجعية لنظام يتقيد بأهداف ومقاصد النضال الإريتري العليا ويحتكم مواطنيه لمرجعية دستورية وقانونية، والتحول لسلطة يختارها الشعب ويغيرها الشعب وتحترم فيه أهدافه ومقاصده وتمثل بشكل حقيقي. لهذا تابع الشعب الإريتري في الداخل واللجوء وشتات المهاجر ذلك اليوم المهيب ومآلاته حوالي 11 صباحا، أي مجموعة
من الجنود سيطرت على وزارة الإعلام وأرغموا المذيع مدير التلفزيون على أن يقرأ على الهواء مباشرة البيان الذي أعدوه، وطالب البيان بتنفيذ دستور 97، ودعوا إلى إطلاق سراح السجناء السياسيين. وبعد اكتمال الجملة الثانية من البيان انقطع البث الحي بشكل مفاجئ، ومن المعلوم أن جهاز السيطرة على البث كان يتواجد في مكان بعيد خارج الاستوديو وتم قطعه. وجاء في الأخبار وتفيد بعض المصادر أن العميد حديش فريم هو الذي أفشل المحاولة الانقلابية لحركة 21 يناير، وعمل إعلام أفورقي وأجهزته الدعائية وأزلامه على تشويه المحاولة الانقلابية، ووصفوها ونعتوها بعمل منسوب للمتطرفين الإسلاميين على حد زعمهم. وضبطت برقية بهذا المعنى، وعممت على سفارات النظام موجهة وموقعة من يمان جبرآب. في السفارة الإريترية في لندن فتكشف الخطاب المتهالك واللا مسؤول، والذي خاطب الإريتريين عامة وأنصار النظام خاصة بخطاب تحت الوطنية، تحت هجراونت، مما يشير لحقيقة ما يختزن في العقل الباطني لقيادة النظام، أو أن هنالك خطابا مزدوجا يقدم للمواطنين، وهذا قمة الخيانة والخداع، وأمر له مآلاته الوخيمة التي ترسل مفاهيم خطيرة تنسف مقومات الوحدة الوطنية لشعبنا الإريتري. وهذا النهج التحريضي يدل على عقلية رجعية تعمد لوصم الانتفاضة والمحاولة الانقلابية ذات دوافع ومطالب دينية، ولكن المطالب التي بثت كانت مطالب عامة ووطنية ذات طابع سياسي. ومع كل ألوان الدعاية والكذب والتضليل، أدرك الشعب الإريتري أن فعل 21 من يناير كان محاولة للخلاص من النظام المستبد. عزيزي المستمع، من هو حديش فريم الذي أفشل محاولة تغيير النظام المستبد في 21 من يناير؟ ذكر تقرير فريق الرصد المعني بالصومال وإريتريا المقدم عملا بقرار مجلس الأمن من العام 2006 إن حديش فريم هو عضو رئيسي في شبكة الرئيس أفورقي الخاصة وغير المعروفة، والتي تعمل خارج الأجهزة الرسمية للأمن والاستخبارات العسكرية. وهذه الشبكة مشكلة من ضباط أشد ولاء للرئيس شخصيا، وهم يشكلون جهاز غير رسمي ويتلقون أوامره من الرئيس مباشرة، وهم جزء من منفذي الأعمال القذرة والتصفيات الجسدية وفق تعليمات خاصة تأتيه من الرئيس ولا يعلم عنهم أحد، ويمارسون فعلهم عبر أوامره، خاصة مع توفير الغطاء لأفرادهم سواء بالانتماء للاستخبارات والأمن أو أجهزة أخرى بما فيها الإعلام والتجارة، بل وحتى اللجوء والفرار من النظام، وهي ليست إلا أكثر للتعميه على مهامهم الحقيقية. كما تسربت هكذا معلومات تساعد بوجه آخر في التشكيك بكل المنتمين للشعبية، وهذا يخدم النظام بشكل غير مباشر، وهؤلاء جزء من العملية الإقليمية السريعة، ويحصلون على تمويل سخي لعلاقاتهم بأفورقي، كما يعملون بالعملية المالية والدولية غير المشروعة في غسيل الأموال. وبهذا فهم أدوات صنع أفورقي، منهم مركز قوة وتربطهم خيوط غير مرئية تشدهم إليه. وحديش فريم أحد عناصرها الفعالة، وسبق أن تم ترحيله من كينيا بعد فراره من الصومال عام 2007 في عقاب هزيمة اتحاد المحاكم الإسلامية على إثر الهجوم الذي شنته الحكومة الصومالية أو الإثيوبية على الصومال. راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالف بإرتوران غازت إنياتا زدالو نتا راديو. بعد 3 أسابيع، كما يقول الكاتب عبد الحق منصور في مقالته، بعد 3 أسابيع من حركة 21
يناير ظهر أفورقي في حوار مباشر مرتب على التلفزيون، وعندما تحدث عن عملية فورتو 21 استخف إسياس بدور الشهيد ود علي البطل المغوار، وقال متهكما وساخرا: يمكنكم أن تسألوا عمن كان في فورتو، يقصد وزارة الإعلام. ووصف الشهيد بالمغامر المنتحر. وتحدث أفورقي ناسيا بل متناسيا إرسال العميد والدموكي قائد سلاح المدرعات إلى وزارة الإعلام فورتو، طالبا من البطل ود علي الاستسلام. وما كان من الشهيد ود علي إلا أن أخرج مسدسه وأعطاه ظهره وأطلق عليه أعيرة من النيران من خلف ظهره. ويبدو أن ود علي ظن أن مكلف الدكتاتور إسياس قد قتل ولم يلتفت إليه، بل شق طريقه وطرح العميد والدموكي على الأرض. وتم إسعافه إلى المستشفى، وتكررت زيارة إسياس لمكلفه العميد والدموكي في المستشفى أكثر من مرة. وكان السؤال الذي لا يجد إجابة مقنعة حتى اليوم: لماذا أخر أفورقي الحديث عن المحاولة الانقلابية ولم يسمح للتعليق أو التحدث عن المحاولة الانقلابية لأي من قيادات النظام من الوزراء أو قادة الجيش أو الحزب؟ ولا يخفى هدفه من ذلك عزيز المستمع، والذي كان إظهار عدم الاهتمام والتقليل من المحاولة الانقلابية، ولكن برقية لندن التي سعت لمخاطبة المشاعر الطائفية ودون الوطنية، والتي ادعت بادعاء أن من حاول الانقلاب مجرد متطرفين إسلاميين. وهذا ما كشف حقيقة أفكار البعض من المتحكمين على السلطة دون الوطنية. وبالتأكيد لم تصاغ تلك البرقية بمعزل عن علم الرئيس. صحيح أن عملية المحاولة الانقلابية لم تنجح، وصحيح أن القائد سعيد علي حجاي القائد المعروف بود علي قد استشهد، وفشلت كل المحاولة بسبب الخيانة التي مثلها حدي شفريم، والذي هو اليوم أحد أبرز قيادات الجيش، وما كان ليتقلد هذا الموقع الرفيع لو لم يكن مكلفا بالاختراق هو ومجموعته لمعرفة ما يخطط وأخبار من كلفهم رأس النظام. وبهذا خدعوه، أي خدعوا رفاقهم في حركة 21 يناير، ووصلوا المعلومات لمن كلفهم، وهكذا أفشلوا حلم التغيير وحلم تفعيل الدستور وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وغيرهم. هذه إذاعة إرنا. مستمعين الأعزاء، في الختام يقول الكاتب عبد الحق منصور: وهكذا ضاعت فرصة مواتية لتغيير الطاغية وبطانته. ويكفي فخرا أن الشهيد ود علي ورفاقه حاولوا تغيير الواقع البائس وسقطوا دون ذلك، وسيبقى اسمهم جميعا خالدا، وسيبقى بشكل خاص اسم البطل ود علي خالدا في سجل التاريخ وفي وجدان الشعب الإريتري وقوات دفاعه الباسلة. كما سيبقى ود علي رمزا من رموز البطولة والتضحية والوفاء للشعب الإريتري البطل. ويكفي أن نذكر أن العديد من رفاقه أصبح الجيش يقسمون باسمه، على الرغم من أن أفورقي حاول التقزيم والتقليل من دور البطل الشهيد ود علي، وهو المعروف في النضال الوطني وبين أبطال الأسلحة الثقيلة التي خاضت المعارك في عموم إريتريا، ومعركة حسم نظام منغستو في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. ولهذا سيبقى الشعب الإريتري وجيشه البطل حافظون لدوره البطولي المعروف. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. نظام أفورقي استقل هذا الفعل لحركة 21 يناير، فاعتقل الكثير من رفاقه، أي رفاق ود علي، منهم القائد ود عثمان وأبراهام جبر ميكائيل وألم منجستآب والجنرال عمر طويل وعثمان صالح، وساق العديد ممن لا ترغب فيهم البطانة القابضة ولم يكونوا طرفا في فعل الحركة تحت هذا الادعاء. واعتذر الآخرون لا يسمح الوضع لذكر أسمائهم، وبعض القيادات البارزة في حزب الشعبية ووزراء مثل الوزير أحمد حاج علي وعبد الله جابر ومصطفى نور حسين وعثمان إدريس جمع ورمضان صالح. تم اعتقال لاحقا المناضل إبراهيم إدريس توتيل
الذي كان متفرغا للكتابة والتأليف. إن حركة 21 يناير خرجت من رحم قوات الدفاع الإريترية الباسلة لتغيير الاستبداد الذي أذاق الشعب الإريتري الظلم والقهر، وحتما أن فعل 21 يناير آخر قادم بإذن الله لقلع نظام الطاغية المستبد من جذوره، وستبقى إريتريا إلى الأبد وطنا للعدل والحرية. المستمع عبد الحق منصور. المجد والخلود للشهداء، والخزي والعار للدكتاتور، والحرية للسجناء المغيبين. المستمعون الأعزاء، قدمنا لكم مقالة كتبها المستمع الكريم عبد الحق منصور، وقد جاءت تحت عنوان الذكرى 11 لحركة 21 يناير المجيدة خالدة في وجدان الشعب الإريتري. شكرا لك المستمع الكريم عبد الحق منصور، ولكم جزيل الشكر مستمعين الأعزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه إذاعة إرنا. استمعتم فيما مضى سيداتي سادتي إلى حلقة الأسبوع من برنامج متابعات. في ختام البرنامج العربي لهذا اليوم أعود وأذكر بعناوين الأخبار. مقتل شابين إريتريين في شجار جماعي بإسرائيل، والشرطة الإسرائيلية تقول إن التحقيقات ما زالت جارية. عقب محادثات مع نظيره الصومالي، الرئيس المصري يحذر أثيوبيا من المساس بسيادة الصومال والتدخل في شؤونه الداخلية. والقيادة المركزية الأمريكية تنعى 2 من جنودها، قالت إنهما فقدا في البحر خلال التصدي لقارب كان يقل أسلحة إيرانية للحوثيين. بهذا نصل إياكم مستمعي الكرام إلى ختام البرنامج العربي لهذا اليوم. تقبلوا تحياتي وتحيات الفريق العامل بإذاعة إرنا الدولية في باريس، وحتى الملتقى في البرنامج القادم، في أمان الله. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا.